هل تعلم أن أحلامك ليست مجرد صور عابرة تراها أثناء نومك؟ بل قد تكون أول باب نحو فتح بصيرتك، الباب الذي إن دخلته لن تعد كما كنت أبداً. في هذا الفيديو سأكشف لك السر الذي لا يعرفه إلا القليلون، السر الذي يربط بين الحلم والطاقة والبصيرة وقانون الجذب. ستكتشف كيف يمكن لحلم واحد أن يغير مسار حياتك بالكامل، وكيف تتحول الرؤى إلى طاقة تجذب لك الواقع الذي تتمناه. لكن قبل أن نبدأ الرحلة، أخبرني في التعليقات، هل سبق أن رأيت حلماً شعرت أنه أكثر من مجرد حلم؟ واشترك الآن، لأن ما ستسمعه في هذه السلسلة قد يفتح لك عالماً لم تره من قبل. في ناس بتفتكر إن تفسير الأحلام مجرد رموز نحفظها وخلاص، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. كل حلم بيجيلك مش بس رسالة، ده ذبذبة طاقية جاية مخصوص ليك علشان تفتح باب من البصيرة جواك. في اللحظة اللي بتبدأ تحس فيها إنك فاهم الحلم مش بعقلك لكن بإحساسك، أعرف إن بصيرتك بدأت تشتغل. البصيرة دي مش سحر ولا موهبة خاصة، دي قدرة روحك على قراءة الرموز الطاقية اللي بتجيلك في المنام. أوقات كتير تحلم حلم بسيط جدا، بس تحس إنه وراه حاجة، تحس إن الحلم بيناديك أو بيكشف لك سر، وده فعلا بيكون رسالة روحانية موجهة ليك أنت بس. علشان كده أول سر لازم تعرفه لو عاوز تفهم أحلامك بعمق، ما تفسرش الحلم بعقلك، فسره بنور بصيرتك. كل مرة تركز على إحساسك بعد الحلم مش بس رمزه، كل مرة تكتب حلمك وتربطه بمشاعرك وقتها، انت كده بتمرن بصيرتك على إنها تبص ورا الصورة وتشوف السر اللي جوه الرمز. عندما تبدأ البصيرة في الاستيقاظ لا يحدث ذلك فجأة، بل يظهر في حياتك وكأن العالم من حولك بدأ يتحدث بلغة جديدة لا يفهمها سواك. وأكثر الأماكن التي تنكشف فيها تلك اللغة هي أحلامك. العلامة الأولى: أن تتذكر أحلامك بوضوح غير معتاد، كأن الحلم لا يريد أن يغادر ذهنك، فتستيقظ وأنت تتذكر كل التفاصيل، كل كلمة وكل لون. تشعر أن الحلم ليس عابراً، بل رسالة واضحة تنتظر منك الفهم. هذا الوضوح لا يأتي صدفة، بل هو نداء من روحك يقول: انظر، لقد بدأت تراه. العلامة الثانية: أن تبدأ أحلامك تحمل رموزاً متكررة. رمز بعينه يظهر أكثر من مرة، كأن شيئاً يريد لفت انتباهك نحوه. ربما ترى القمر أو المفتاح أو الماء أو طريقاً طويلاً لا ينتهي. تلك الرموز ليست عشوائية، بل مفاتيح روحانية تفتح لك باب الفهم التدريجي. وكلما ازداد تكررها، اعرف أنك تقترب من مرحلة الاتصال بوعيك الأعلى. العلامة الثالثة: أن تشعر أثناء الحلم بأنك تدرك أنك تحلم. تلك اللحظة التي تعي فيها أنك داخل عالم غير مادي، لكنها واقعية جداً، هي لحظة عبور الوعي من حالة النوم إلى حالة النور الداخلي. فيها تبدأ البصيرة بالعمل وتتحرك طاقتك بين العالمين. قد ترى ألواناً أكثر إشراقاً من الواقع، أو أصواتاً كأنها تأتي من داخلك. وهنا تحديداً تبدأ الروح في إرسال التعليمات إلى وعيك الأرضي.
هذه العلامات الثلاثة ليست مجرد ظواهر نفسية، بل هي بوابات روحانية تؤكد أن عينيك الداخليتين بدأ تريان ما وراء الحجاب. لكن لا تفرح كثيراً، لأن فتح البصيرة يحتاج وعياً وحذراً، فمن يفتح الباب دون استعداد قد يرى ما لا يستطيع تحمله. عندما تفتح البصيرة، يبدأ الإنسان في استقبال كم هائل من الطاقات والمشاعر والإشارات. تصبح روحه كمرآة شفافة تعكس ما في العالمين، المادي والروحي معاً. وهنا تبدأ أهم مرحلة في رحلته، مرحلة الحفظ. فالحفاظ على طاقة البصيرة أصعب من فتحها. أول ما يجب أن تدركه هو أن البصيرة ليست هبة عابرة، بل عهد بينك وبين نفسك أن تكون نقي القلب، صادق النية. كلما ازدادت نيتك صفاء، ازدادت رؤاك وضوحا، وكلما تلوثت نيتك بالغرور أو الفضول أو حب السيطرة، انخفض ترددك الروحي وانغلقت الأبواب التي فتحت لك. المحافظة على طاقة البصيرة تبدأ من نظافة الفكر. لا تسمح للأفكار السلبية أن تعشش في داخلك، فهي مثل غبار يطمس النور. كل مرة تغفر فيها، كل مرة تختار الصمت بدل الغضب، كل مرة تدعو بالخير لمن آذاك، أنت تنظف مرآة بصيرتك وتزيد إشراقها. ثاني خطوة: نظافة المكان والطاقة المحيطة بك. نظم غرفتك، أشعل بخوراً طبيعياً، استعمل الملح والماء لامتصاص الطاقة السلبية، وافتح النوافذ للنور والهواء، فالطاقة الراكدة تطفئ البصيرة كما يطفئ الغبار الشمعة. أما ثالث الخطوات فهي الهدوء والتأمل. خصص كل يوم دقائق تصمت فيها مع نفسك، تركز على تنفسك وتغلق عينيك لتسمع صوتك الداخلي. ذلك الصوت هو الدليل، هو الذي يفسر لك أحلامك بطريقة لا تحتاج فيها إلى كتب أو شروح. وعندما تأتيك رؤى متتابعة أو رموز غامضة، لا تسعى لربطها بالعقل فقط، بل اشعر بها. دونها في دفتر خاص، واكتب التاريخ والمشاعر التي صاحبتها. مع مرور الوقت ستكتشف أن كل حلم كان لبنة في بناء وعيك الجديد. الحفاظ على طاقة البصيرة يعني أن تتعامل معها كأمانة، فهي ليست أداة لمعرفة الغيب، بل نافذة للفهم، ولا تعطى إلا لمن يستخدمها للنور، لا للسيطرة أو الأذى. حين تصل الروح إلى مرحلة صفاء البصيرة، يبدأ الحلم في التغير. لم يعد مجرد صورة تراها وأنت نائم، بل يصبح لغة بينك وبين الكون. كل حلم يتحول إلى طاقة، وكل طاقة يمكن أن تتحول إلى واقع إذا فهمتها جيداً. السر الأعظم في هذه المرحلة هو النية الواعية. النية هي المفتاح الذي يحرك كل قوانين الجذب والتجلي في حياتك. لكن ليس كل من يتمنى يملك نية حقيقية، فالتمني طاقة ضعيفة. أما النية فهي أمر روحاني له ذبذبة قوية تصل مباشرة إلى عالم الأمر. حين ترى حلماً واضحاً وتشعر أنه رسالة تحمل طاقة معينة، كأن ترى نوراً أو باباً يفتح أو ماء جارياً أو كائناً يمهس لك بكلمة واحدة، فلا تهمل ذلك الحلم، بل اجلس بهدوء واسأل نفسك: ما الرسالة التي أرادت روحي أن توصلها إلي؟ عندما تفهم الرسالة وتستقبلها بالحب، ترسل ترددك إلى الكون فيعيد إليك التجلي في صورتك الأرضية. فما نراه في الحلم ليس خيالاً، بل إشارة مسبقة لما يصنع في عالم الطاقة قبل ظهوره في عالم المادة. كل فكرة تراها في منامك هي طاقة بدأت تتشكل، وإذا أضفت إليها نية صافية وإيماناً داخلياً، فإنك تعجل بتجليها أمامك في الواقع.
هكذا يعمل السر بين البصيرة وقانون الجذب. الأحلام تخبرك بما يصنع في عالم النور، والنية تحوله إلى فعل في عالم الظاهر. لكن احذر أن تلوث نيتك بالخوف أو الشك، فالكون لا يستجيب إلا للقلوب المطمئنة. أنت لست فقط من يرى الأحلام، أنت من يصنعها ويعيشها حين تتحد روحك بنور البصيرة. وحين تصل إلى هذه الدرجة، يصبح الحلم جزءاً من الواقع، وتصبح البصيرة نافذتك التي ترى بها الغد قبل أن يأتي. ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من رحلتك، مرحلة الخلق الواعي، حيث لا تكون مجرد مفسر للأحلام، بل مترجماً لرسائل الروح، وصانعاً لواقعك بطاقة النية والنور.